الجماهير النهارده في بازل، يعني احتلال لبازل في سويسرا. انطلاقه المباراه، جماهير اللي جت من اشبيليا قطعت 1600 كيلو متر، جماهير ليفربول قطعت حوالي 990 كيلو متر وصولا الى ملعب اللقاء. امامنا هنا كولو توريه في بدايه وانطلاقه نادي اشبيليا، الفريق القادم من مسابقه دوري الابطال. النهارده في البدلاء ايضا سكيرتل، في البدلاء الان لوكاس بنتيكي، وايضا الحارس وورد. امامنا بنتابع كرة على طول وانطلاقه، طبعا غياب اللاعب ساكو للايقاف. وامامنا هنا التسديده حلوه الكرة امامنا، اول كرة من كان ولكن ديفيد سوريا يتألق. اول كرة من جانب الريدز، من جانب نادي ليفربول بتافي، ولاعب شالكا السابق ولعب ايضا في مورثيا، لاعب سكوديرو. الكرات العاليه من يولي، ولكن على طول يلتقط الكرة من يولي. لاعب لالانا، شوف المحاولات لالانا الموسم الثاني ليه مع نادي ليفربول. كلاين في انطلاقه، كلاين القادم من ساوثهامبتون، رأسية ستورج، تضيع الفرصه، يضيع دانيال ستورج فرصه جديده في محاوله جديده. امامنا هنا ليفربول يريد ان يسجل، امامنا النجم دانيال ستورج اللي كان غاب في 2015 جراحه في الركبه، لكن عوده كبيره مهمه الحقيقه لدانيال ستورج، ورأسية ستورج في الدقيقه 11. ولكن التغطيه الدفاعيه ممتازه في اللقطه الماضيه من ايقاف الهجمه. استلام لالانا، اول مره نشوف المساحه، اول مره سكوديرو كان متقدم، لالانا يعمل امامنا المسانده، امامنا الهجوميه، لالانا يلعبها حلوه، ستورج جول. ولكن هنا يتدخل سوريا وميلنر، فرصه جديده ومحاوله جديده. ادي ستورج راس الحربه اللي بيتحرك بشكل مميز جدا، رأسية كانت في الدقيقة 11 وانقذها اللاعب كاريسو. وادي امامنا هنا لالانا، تمريره بينيه حلوه، لكن حارس المرمى ديفيد سوريا من ناشئين الريال واتلتيكو مدريد، واللي انضم الى فريق سي وفريق بي، ثم لعب امام ختافي بدايه من 2000 اجهز. ادي امامنا هنا كولو توريه، تصل على طول الى بانيجا، كل الكرات اللي بيحاول امامنا اهو اللاعب ماريانو، عدى خطير ماريانو، ولكن كرة تطلع الى ركله ركنيه. ادي السلاح القوي هنشوفه النهارده كتير، اللاعب ماريانو فيريرا. بانيجا كالمعتاد كرات الثابته وركنيات، هو المتخصص في الكرات الثابته. ادي امامنا ايفر بانيجا، كرة العاليه على طول، كرة استلام من جانب كوكي، يلعبها حلوه، وادي الزونزي، واجمل كرة في اللقاء، الكرة الاجمل في اللقاء من هداف اشبيليا اللاعب كيفن جاميرو. تضيع الفرصه الايه خطيره، بص هنا الصراع، كرة اتشالت من جانب اللاعب امريكان وجاميرو، ركله مزدوجه خلفيه يا دوبك تطلع على بعد ياردتين. 14 دوليين، 9 اللاعبين الاجانب في نادي ليفربول، 18 و17 في نادي اشبيليا. الاستلام على طول من جانب المختفي كوتينيو، دانيال ستورج جاري، يا ولد على الطريقة الإنجليزية ولكن بلمسة برازيلية. دانيال ستورج يضع نادي ليفربول، يضع الريد في المقدمة، يتقدم ليفربول. يول نيفر ووك الون، يورجن كلوب هل يفعلها؟ هل يكون على موعد مع بطولة، مع تتويج؟ ادي امامنا اللمسة الحلوة من دانيال ستورج، نجم الانجليزي، نجم ليفربول، نجم السابق للمان سيتي وتشيلسي، ولكن يلعب بالوان الريدز منذ يناير 2013. بص شوف ستورج، ادي فيرمينو، وادي امامنا كوتينيو، وادي الفولس امامنا هو راس الحربة الوهمي اللي عاملها يا ولد بوش رجله. لا تقول لي كازياس ولا ديخيا ولا اي حارس مارفين. و8 التنظيم مشترك بين النمسا وسويسرا، منها نصف نهائي. كلاين انطلاقه، هل يسجل ليفربول هدف ثاني ويخلص الامور؟ لالانا، ولكن هنا يضيع لالانا. ادي المد الهجومي الاحمر المستمر ليفربول. ادي هنا الثغره الموجوده، كلاين مع لالانا والكرة والهدف. يعني حتى الان ان ليفربول هو المتقدم وهو اللي يعني قريب من اللقب. رأسية جديدة جول، لكن في راية وتسلل، يعتبر ستورج متدخل. ادي هدف لوفرن الملغي بقرار من حكم اللقاء السويدي الجريء في هذه الكرة. شوف في الإعادة، بص الرأسية هنا، ادي لوفرن لبس، ستورج اعتبر هنا طبعا متداخل في اللعبة، وحكم المساعد رفع ادي ستورج يهرب من الرقابة الى كوتينيو حلو قوي الى اللاعب مورينو كوكي عامل الدور الدفاعي. وادي الكرة العرضية، ميلنر هتلبس الكرة لكن قلشت وترجع مرة ثانية. لا يلعبها حلو قوي لكلاين، عرضية تعدي من ستورج وتعدي من امام الجناح. ادي كرة خطيرة
وليفربول يسترجع ذكريات التاريخ ويفكرنا بقى بليفربول يعني ايام توشاك وكيجان، وبعد كده اقل ركله جزاء كان ليفربول في 3 لمسات يد الشوط الاول على كاريسو وعلى ايضا اللاعب عادل رامي وعلى اللاعب كروتشوفياك. الشوط الثاني ينطلق دون تغيير، ادي هجمه هنا عن طريق نادي اشبيليا، عدى ماريانو، التعادل 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 في اول لحظات الشوط الثاني من اللقاء. يسجل جاميرو هدفه الثامن وهدف التعادل في الدقيقة الأولى. ليفربول ليس هناك شيء مضمون في كرة القدم. عودة إشبيليا، عودة حامل اللقب في آخر نسختين، خطأ دفاعي من مورينو ومرور رائع من جانب اللاعب ماريانو. شوف أمامنا هنا ركلة البداية، نازلين بإصرار بروح لأن إشبيليا الشوط الأول كان غائب تماما. أدي الخطأ من جانب مورينو، إبعاد الكرة، ترجع الكرة إلى اللاعب ماريانو وماريانو عدى من مورينو. شوف بقى يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا جاميرو، يا ولد يا جاميرو. هدف التعادل لنادي اشبيليا عن طريق جاميرو في مرمى مينيولي. خطأ الدفاعي من البرتو مورينو. شوف عدى حلو قوي ماريانو فيريرا وعمل عرضيه مثاليه، وجاميرو صاحب الهجمه الوحيده الشوط الاول في الدقيقه امامنا الاولى من الشوط الثاني، دقيقه 46 هدف التعادل 1-1. تشكيله نادي ليفربول مينيولي في حراسه المرمى، في الدفاع كلايد لوفرين، كولو توريه، مورينو، وسط الملعب امري كان وميلنر، وادي امامنا جاميرو، ممكن هدف ثاني هدف ثاني هدف ثاني، لكن ضاعت الفرصه. جاميرو امامنا اهو اشبيليا، جاميرو يضيع هدف يعني في منتهى الخطوره. ادي التمريره وجاميرو انطلق وكولو توريه رائع. 1-1 النتيجه. رمي التماس داخل منطقة الجزاء ومينيولي التصدي الرائع، تصدي الموسم. ادي جاميرو، رمي التماس طويلة يلمسها نزونزي، يتفوق على كان ويتفوق على ميلنر ولكن يضيع. بص جاميرو حضر نفسه ازاي، لكن بيسرى وينقذها ببراعة. كرة شاط في الجبهة اليمين ماريانو اللي كان ليه دور كبير في هدف التعادل اللي جابه اللاعب جاميرو، اللي ضيع فرصتين. عدى فيتولو وهدف تاني كوكي امامنا اهو سجل. ادي كوكي مش معقول. المباراة دراماتيكية وهدف تقدم لفريق نادي اشبيليا عن طريق اللاعب كوكي. خورخي مورينو كوكي يسجل هدف تقدم بعد تمريرات وبعدما تفوق تماما. مشكلة وسط الملعب امري كان مع ميلنر وهدف فيرمينو وهدف كوتينيو وهدفه الاول في 7 لقاءات. جاب هدف كان في مرمى بيتس في اطار دوري في الديربي طبعا الاندلسي، وكان سجل في مرمى لوجرانس وميراندس. وامامنا هنا هدف جميل اهو، بص النقلات فيتولو عدى، وادي امامنا اهو كوكي حاططها روعه. شوف كوكي غير مكانه، الكلام اتغير تماما. عدى فيكتور بيريز فيتولو وكوكي باللمسه حلوه باليمين، هدف فيه شبه شويه من هدف ستورج. ادي يوناي امري السعيد بالتقدم. ادي اشبيليا كانت الحل، ارقام والنجوم في ليفربول، ولكن الجماعيه الشوط الثاني من جانب نادي اشبيليا يضيع هدف في كروتشوفياك في هذه الكره. شوف امامنا الكره والملعوبه ايه، كرات ثابته، وادي امامنا هنا بقى بيدور على الكره. اول كره حول في 25 دقيقه، استغلوا سوء الحاله اللي عليها ليفربول تماما في هذه المباراه الشوط الثاني. وادي مانيجا، وممكن هدف ثالث يصعب الامور. وادي استلام وجول امامنا. هناك ايه، ادي كوكي الجول الثالث في الدقيقه 70 عن طريق كوكي، والثاني ليه في هذه الليله. مباراه دراماتيكيه. اذا اشبيليا لا يعرف المستحيل. اشبيليا هو من يحقق يعني التفوق وياتي بالهدف الثالث اللي وقفوا شويه. هل في تسلل؟ ادي امامنا الاعاده، وسط الاعاده. شوف بقى المساحات، وسط ملعب تاه تماما. وادي امامنا هنا اللاعب اللي راجع بالتسلل في اللقطه دي، اعتقد كوكي متسلل في اللقطه دي، وحكم اللقاء امامنا اهو
يعني بيأكد ادي امامنا الاعاده، والكره جايه من قدم يا ولد على حكم اللقاء، كره جايه من قدم اللاعب كوتينيو، عشان كده الحكم اكدها رغم ان كان في رايه، ولكن الحكم اكد ان هناك صحه الهدف اللي سجله كوكي. احتفظ بتشكيلته الاساسيه. اخر لقاء امام ويست بروم كان تعادل 1-1. ادي امامنا هنا على طول يطلع كروتشوفياك، مورينو، كوتينيو المختفي، كوتينيو اول كوره كوتينيو امامنا وصل.